السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يعني احنا عارفين الجو زي ما احنا شايفين، يوم مظبوط ويوم 10 لأ، ويوم دافي ونقلل التدفئة. الجو يعمل الجو يبرد، نزود تدفئة الجو يحرر. طب احنا ايه العمل؟ ايه الحل بتاعنا بقى؟ مش هقول لكم اتعاملوا بميثاق واحد، يعني بلاش فتحات تهوئة بيبان وشبابيك حاليا، بلاش اي حاجة من الحاجات دي اللي احنا بنعملها دي اللي تدخل اي نسبة هواء. عايزة تقللي والفراخ حرانة يبقى يا جماعة خلينا في اللمض، نرفع خلينا في اللمض. انا رفعت الاضاءة شوية علشان النور، عشان مش عارفة اصور. المهم ان انا بقول لكم يبقى نخلينا في الايه، في اللمض. لان انا يوم الجمعة اللي كان الجو شتا فيه ده عملت ايه بقى؟ الفراخ حرانة، المهم ان انا فتحت غيرت فرشة وفتحت وجيت رحت عند والدتي والدنيا شتت والايه والدنيا باظت خالص. فطبعا الفراخ اخدت مني برد. انا جبت لهم علاج مؤقت عبال ما جبت لهم علاج بيطري. كان عندي اقراص كده اللي هي بتاعت البرد زي كونجستال حطيت لهم، وكان عندي ميكو في اللين للاطفال. اي حاجه موسع شعب ماشي، اي حاجه للعلاج حالات البرد نزلات البرد وبتاع حطيت لهم منها ماشي. انا عايزه اغير فرشه، فطبعا احنا بالنهار بالليل بنزود اضاءه، بنزود تدفئه، وبالنهار بنقلل ايه، التهوئه التدفئه. طبعا انا عايزه اغير فرشه، فانا ما قللتش، يعني انا ما قللتش، بالعكس انا كنت طفيت الصبح، لان احنا حوالي الساعه 11 كنت طفيت الصبح اللمبه ال100 دي. انا قدتها دلوقتي عشان انا هغير فرشه، وهم كده كده واخدين برد، فاحنا ايه نستغل الموضوع ده. هنعمل ايه بقى؟ عايزين نوسع المكان، يعني المكان عايزين نوسعه. فهنعمل ايه؟ انا جبت الدفايه، يعني زودت اللمبه ال100 وبغير الساعه 11 الظهر، وزودت شايفين دفايه اهي علشان اتفادى بقى موضوع البرد والجو. انا هتعامل على اني في الشتاء لحد الجو ما يظبط ويبقى فعلا حرار ماشي. تعالوا بقى، احنا عارفين احنا بنلم الفرشه ازاي، واحنا عارفين احنا بنعمل ايه. يا جماعه عندك برد يبقى تزودي التدفئه. التدفئه دي هي اللي بتظبط موضوع البرد ده، يعني نهوي وندفي. في ايه بقى معانا احنا حاليا؟ البراز اهو ما شاء الله طبيعي، شايفين؟ انا وريتكم البراز الباين طبيعي ما شاء الله، بس هو كله طبيعي يعني الحمد لله. هنغير بقى الفرشه واحده واحده. هفصل بس دلوقتي معاكم كده عبال ما الم الجزء ده وافرشه واظبطه وارجع لكم تاني. انا عملت الجنب اهو، الجنب ده، وزودت فيه فرشه كمان والدفايه كمان فيه. هنقلهم بقى وانضف الجنب ده. احنا فرشنا المكان كله اهو ماشي. هنوسع بقى المكان، هوسع المكان وافرشه واظبطه واوريه لكم. اول حاجه هننقل دي، يعني هناخد الشويه دول همسكهم اكنسهم، يعني احنا مثلا هناخد الشويه دول همسكهم اكنسهم وارش لهم جير واظبطهم وافرشهم واحط مشمع وافرش واظبط وارجع لكم تاني. احنا وسعنا المكان اهو وظبطنا الدنيا، وسعنا المكان اهو وظبطنا الدنيا. طبعا هشيل الدفايه دي، احنا خدنا لهم الجنب ده كله، يعني احنا وسعنا حوالي متر في متر ماشي. طبعا الفراخ مفروده اهي ما شاء الله كلها ماشي. ده غير بقى ان احنا يعني هما بعدين عن البتاعه دي، يعني انا لما اطفيها الجو هيعمل وهيجي يفردوا هنا، بس هما حاليا ما شاء الله كل واحد مفرود اهو ماشي. ايه بقى الخلطه اللي احنا هنعملها؟ انا الصراحه مش هعمل حاجه على علف، بس الخلطه النهارده في الميه. طبعا الخلطه دي للناس، يعني هي تنفع للكل طبعا، بس للناس اللي عايزه توفر، للناس اللي بتشتري الرز، اللي احنا الناس اللي النشا، يعني النشا برضو الكيلو ب40 جنيه. فاحنا عايزين نوفر معاهم في موضوع الاسهالات، او حاجه كوقايه للاسهالات، وحاجه هم بيكبوها كل يوم
طب احنا عملنا ايه؟ هقول لكم بقى. احنا يا ستي انتوا ثواني بس كده عشان ايه اعرف اصور لكم كويس. احنا هنا جبنا السقايه بتاعتنا اهو. المشروب بقى اللي هيوفر لنا، هيمنع اسهالات، هيربط بطن الفرخ، هيظبط كل حاجه معانا، هيظبط هضم، هيظبط كل حاجه معانا. الفراخ حرانه يا جماعه اهي. ماشي هخلص وهطفي لهم النور اللي هو 100 وهطفي الدفايه. عشان نظبط الكلام ده هنعمله ايه؟ انا هطفي الدفايه دلوقتي عشان احنا كده يبقى طفينا واحده واحده. ايه بقى اللي معانا المكون بقى اللي احنا هنوفره بدل النشا وبدل الرز المطحون، وعلاج للاسهالات، وحاجه بنكبها يعني بدل ما نكبها، وده وننفع نستخدمها كل يوم عادي، لو 3 مرات في اليوم عادي، لو هيعيشوا عليها برضو عادي. دي ايه؟ دي ميه رز. شايفين الميه؟ ميه غسيل الرز. الفراخ عطشانه اهو. ميه غسيل الرز، انا غسلت الرز كبيته اول مره جيت اغسله كبيته. تاني مره لا ما كبيتوش. تاني مره بقى، دي تاني مره وتالت مره. اول مره عشان لو في طينه في رواسب خلاص يعني ايه يبقى برضو الفرخ يعني شرب حاجه نظيفه. في عفره، في اي حاجه، في سوسه، في دوده، في اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى في الرز دي، يبقى الفرخ معانا تمام. كبيناها اول مره، ودي غسيل تاني دور وتالت دور. احنا بقى الفراخ عندنا برد، احنا جايبين لها علاج. مش هنحطه في الميه، لا هنحطه في الميه. هنحطه، انا بعدت الميه عن الفراخ علشان مش هنحطه في الميه، لا هنحطه في الميه. احنا جايبين علاج ايه بقى؟ اول حاجه هنحطها لهم الموسع الشعب علشان البرد. احنا كنا حاطين الميكو، انا جبت لهم علاج من البيطري موسع شعب. الموسع ده ممتاز يا جماعه، ممتاز ممتاز ممتاز. انا بنصح بيه وما بشتغلش غير بيه كل دوره يجي لها برد. ده اسمه جمارين 2 سنتي 2 سنتي. ده 2 سنتي على السقايه. دي اقل من السقايه. دي يجي رتل ونص. ده اسمه موسع شعب جمارين. في مضاد حيوي بقى هبقى اقوله لكم لعلاج البرد المره الجايه، يعني لما نحطه هنقول على اسمه. لو حد عايز اسمه يكتب لنا في الكومنتات اديله الجرعه كامله بتاعه البرد، اللي هي البرد والخنفره وفي كحه ومثلا لو اسهال ابيض جيري، الفرخ مش قادر يقوم، الفرخ مش عارف ياخد نفسه، كل ده علاج البرد، علاج كامل متكامل. احنا هنا حطينا الجمارين الموسع الشعب، هنحطهم بقى للفراخ ونرجع لكم تاني. هنوريكم بعد الفرخ ما بيشرب الدواء ده ايه اللي بيحصل له او ايه الاعراض اللي بتظهر عليه. الفراخ بقى بعد ما بتشرب الشراب ده موسع الشعب ده بيعمل ايه للفرخ؟ بينظف صدره، بيجري الزور بتاعه بصدره، طرد البلغم، بيطرد البلغم. تلاقي الفرخ اصلا بعد ما بيشربوا، الفرخ اللي عنده برد او عنده متضايق من التنفس تلاقي بقى كخ 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 يعمل كده، اللي هو بينفض كل اللي في صدره. لما نحط دواء على قد الفراخ، يعني مثلا على الميه لو الفراخ مثلا بحط لها 2 رتل بيكفوها 3-4 ساعات، يبقى انا احط على رتل 1 أو نص رتل كمان. بس انا عندي عدد فحطيت حوالي رتل وشويه، يعني مش رتل كامل. الفراخ معطشه الفراخ، واحط الادويه عشان تجيب نتيجه. طبعا موسع الشعب ده بينظف مناخيرهم، يخليهم ياكلوا ويخليهم يعرفوا ياخدوا نفسهم، الفرخ ما يموتش. بس تعالوا لي بقى، هل موسع الشعب كافي لوحده؟ هو الاساس، موسع الشعب بالاساس عشان هو بيفوق الفرخ ياكل ويشرب عشان اصلا ياخد الادويه التانية. شايفين الفرخ بيعمل ازاي ورا اهو؟ البرد مع الحر. شايفين الفرخ عنده برد والفرخ حران اهو. الفرخ ده انا هاخد من الموسع ده بسرنجه، هاخد من موسع الشعب ده بسرنجه وهحط له. بس طبعا اول حاجه هعملها ان انا هخفض الحراره، وانا فعلا شلت الدفايه، فاضل هطفي واحده من الانوار دي بس، هنزل بس تحت او ممكن اطفيها دلوقتي هشيل الفيشه. المهم
ايه بقى اللي احنا المفروض نعمله بعد الموسع الشعب؟ المضاد الحيوي التنفسي، هو ده بيوسع ويخليهم يطلعوا ويجلي زورهم ويظبط زورهم. هنحطه بعد كده كل يوم، هنحطه مع اعشاب حاجه تساعد معاه، بس الاساس برضه هو الاساس، بس اللي هيساعد معاه وما ينفعش من غيره والدور ممكن يرجع للفرخ تاني المضاد الحيوي التنفسي. عايزين حاجه مضاد حيوي تنفسي قويه وتجيب من الاخر، اريثروميسين. الاريثروميسين ده انا جايباه ماشي، وهنتعامل معاه مع بعض بس يعني في وقت تاني، او هو يعني دلوقتي مش هينفع نحطه لان احنا كده خلصنا او كده الحلقه بتاعتنا خلصت ايه على المضاد الحيوي. حطينا على قصدي على الموسع الشعب، يبقى احنا وسعنا مكان، حطينا موسع شعب. نتعامل ازاي مع الحر والادويه، او نستغيث ازاي بالفراخ لو لقينا عندها برد وما جنبناش بيطري، ما نسيبهمش لما نروح نجيب بيطري ونأذي فراخنا. احنا بنتعامل، انا قلت لكم نتعامل ازاي من البيت. اي دواء او اي حاجه زي كونجستال، اي حاجه للبرد، اي حاجه بتاعه البرد بتاعه الاطفال، بس مش مضاد حيوي. المضاد الحيوي البشري بيضعف مناعه الفراخ. اي بي سي، اي ميكوفيلين، اي حاجه بريديسول، اي حاجه بتاعه البرد وموسع شعب. الاتنين دول لو عندك تتصرفي بيهم للفراخ، وبعد كده تشوف البيطري. قلنا على الادويه البيطريه الاريثروميسين والهيستليميون والجمارين الموسع شعب اللي احنا لازم نبدأ بيه علاجنا. ونحط كمية بسيطة من المية. وايه تاني يا ربي فاضل ايه؟ المية الرز اللي احنا عملناها اللي علشان لو في اسهالات او في اي حاجة في المعدة نظبطها. هنكمل فترة علاجنا مع بعض يوم بيوم وخطوة بخطوة. جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير، يا ريت اهم حاجه بالله عليكم يبقى لايك وشير عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. يا رب اكون قدرت افيدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.